كان يا مكان في عصفور أمور وصغيور. مامته كانت كل يوم تحطله الأكل، كان حلو وأمور بشكل. لكن في يوم مامته سافرت وطارت بعيد خالص خالص. قعد العصفور زعلان لحد ما في مرة بص قدامه لقى نملة صغيرة وجميلة ماشية لوحدها وشايلة حتة سكر. قال لها: يا نملة يا نملة، ممكن تديني حتة سكر؟ قالت له: أنا تعبت فيها جدا جدا لحد ما جبت. قال لها: وإيه يعني؟ ما هي ماما على طول بتجيب لي وتديني الأكل هي. قالت له: ماما انت كبرت خلاص على ماما دي، انت لازم تساعد نفسك بنفسك. قال لها: طب ممكن يا نملة تساعديني انتي؟ قالت له: لا يا عصفور، ساعد انت نفسك وهات الاكل لنفسك، بس بص المرة دي بس هديلك حتة سكرة. قال لها: ايه ده؟ انتي رافضة تساعديني؟ ده انتي حتى صغيرة قوي قوي قوي. يلا يلا امشي من هنا، انا مش عايزك. انت كمان مغرور؟ لا، انا همشي واسيبك، وساعد انت بقى نفسك. ومشت النملة وفضل جعان وعايز ياكل لحد تاني يوم، لحد ما شافها. قال لها: يا نملة يا نملة، ممكن ما تزعليش مني؟ انا اسف يا نملة. قالت له: ماشي يا عصفور، خلاص انا مش زعلانة منك. لها: طب انا اجيب اكل ازاي يا نملة؟ قوليلي بس الطريقة وانا هعملها على طول زي بقية العصافير يا عصفور. قال لها: ازاي بس زي العصافير؟ ده العصافير كتير وقاعدين يطيروا رايحين جايين، دول هيخلصوا على الاكل كله كده وانا ما خدتش حاجة. قلت له: لا يا عصفور، ما تقولش كده، رزق ربنا واسع وكبير، بس انت كمان لازم تسعى وتدور عليه. سمع العصفور الكلام وجرى وطار يدور على رزقه من هنا ومن هنا لحد ما لقاه، وساعتها حس قد ايه ان هو عمل حاجة عظيمة. حتى كمان طعم الاكل كان في بقه حلو جدا، لان هو اللي دور عليه وهو اللي جابه بنفسه. وساعتها كمان قدر قد ايه النمل كان تعبان وعمل مجهود كبير عشان يجيب اكله وكمان بيحافظ عليه. ومن ساعتها ما بقاش مغرور، وبقى يحب كل الحيوانات، وبقى قوي ومعتمد على نفسه ومسؤول.